ازيكم؟ انا بحب جوزي وجوزي بيحبني وبيكرمني وبيعزني. في بداية جوازنا كان معايا مبلغ كنت شايلاه من نفسي، جيت ورحت اديتهوله، قلتله خد فك الزنقة اللي انت فيها في اول جوازنا، ومن غير ما هو ما يطلب ولكن مفيش بينا اي حاجة، الامور ماشية في البيت عادي والامور تمام. ولكن المشكلة عندي ان هو بيجوز اخته، فجي طلب مني الدهب بتاعي عشان خاطر يبيعه، عشان خاطر الزنقة اللي هو فيها. انا اعترضت، انا قلت ممكن مفيش مشكلة لو انت عايز تاخد الدهب ده عشان خاطر ان انت تسدد حاجة من اللي عليك او تعمل مشروع، انا ما عنديش مشكلة خالص. ولكن ان انت تاخد الدهب عشان خاطر ان انت تجيب بيه جهاز لاختك، ولا مقدرين الغلا اللي احنا فيه، ولا شايفين ان الدنيا عندنا في غلا في كل يوم. وبعدين هما كمان بيطلبوا طلبات اوفر، يعني اخته ما بتميز، يعني هي بتطلب اللي هي عايزاه احسن حاجة. الصراحة انا رفضت وقلت له انا مش هديلك الدهب بتاعي. زعل مني واتضايق وقال ان انت المفروض تقفي جنبي وتساعديني. وللعلم هو باباه متوفي من 20 سنة، وهو اللي متكفل باخواته ومامته في كل حاجة. ولكن انا كنت اتمنى ان هو يخلص الدين اللي عليه من اول جوازنا، ولكن لقيته بيقولي ان انا عايز اخد الدهب فاتضايقت. فانا عايز اعرف هل اللي انا قلت له عليه ده كده صح ولا غلط، فكنت محتاج اعرف من الناس اللي عندك انا كده صح ولا لا. واكيد طبعا هتقولوا رأيكم في الكومنت. خليني افكر حضرتك، لو حضرتك اول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. اما بالنسبة ليا، بالراحة كده ونصلي على النبي وبهدوء. بص يا ستي، انت دلوقتي عندك مشكلتين او خسارتين، خسارة صغيرة وخسارة كبيرة. هتختاري انهي؟ هتختاري الصغيرة. ليه بقى؟ عشان خاطر ما يكونش فيه بعد كده شرخ في بعض الامور. لما الواحد بيزود اصراره في الحاجة رغم ان هو بيبقى صح، اصراره بقى وتعمده في الاصرار بيخليه غلط. بمعنى ان انت صح، بس الحاحك ان انت مش موافقة ودايما على طول شايفة الموضوع بمنظورك انت، هيخليكي في موقف الغلط. خلينا نبص لها بالراحة كده وبهدوء. يعني معلش، يعني مين اللي هيجهز اخته يعني؟ ما هو مفيش غيره ولد وحيد ومع بنات. انت ممكن تكوني خايفة ان لما يطلب منك مرة تبيع الدهب، المرة الجاية لما يجي يتجوز اخته هيطلب منك برضو دهب. يعني انا شايف وجهة نظري، وطبعا هيبقى في ناس كتير هتعارضني في اللي انا بقوله دوت، ان لا ده ذهبها وحقها والمفروض ان هي ما تبيعهوش. انا معاكم بجوزها، بس مش هيكون لازم اي احراج خالص. انا عارف ان الموضوع لازم يبقى اديله الذهب ده بحسن نية، وتكون هي راضية بحاجة زي دي. واكيد طبعا هو استحالة ان في اي حاجة تقول ان لازم يجبرك ان انت تبيعي الذهب عشان حاجة زي دي. ولكن ايه المشكلة لما انت تسانديه؟ وبعدين اصلا يعني لما شوفي الثواب اللي جوزك بياخده عشان خاطر هو اللي متكفل ان يجوز اخواته. يعني اكيد طبعا حضرتك عارفة دي اصلا يعني عند ربنا قد ايه. فايه المانع حتى لو انت على سبيل ان انت برضو بتساعديه وفي نفس الوقت بتشاركي في الثواب اللي بياخده دوت. واكيد ان شاء الله زي ما انت ما بتقولي في بداية الرسالة ان هو زوج كويس وبيحن عليك وبيكرمك وبيعزك يعني. لكن لو في بداية الرسالة بقى قلت ان هو غير كده، ما اعتقدش ان ممكن يكون اللي احنا بنقوله ده هيناسب.